أعلنت السلطات الهولندية ردا على قرار الحكومة المغربية بالرباط استدعاء سفيرها في لاهاي للتشاور أن تعاونها مع المغرب مبني على الأسس القانونية الدولية وسلطة القانون. وقال بيان مقتضب لوزارتي العدل والخارجية الهولنديتين: هولندا ملتزمة مع المغرب بالتعامل الفعال في المستقبل، وهذا التعاون القضائي سيكون مبنيا على الأسس القانونية الدولية وسلطة القانون، ما يجعل القرار الأخير للدولة المغربية غير مفهوم وغير ضروري. وأعلنت وزارة الخارجية المغربية الاستدعاء الفوري لسفير المغرب في لاهاي، مطالبة بتسليمها أحد مواطنيها المقيم في هولندا والمطلوب بتهم تهريب المخدرات. وقال بيان للوزارة إن هذا المهرب المعروف كان موضوع مذكرتي بحث دوليتين أصدرتها في حقه العدالة المغربية لتكوينه عصابة إجرامية منذ 2010 والتهريب الدولي للمخدرات منذ سنة 2015، وأنه تم مد السلطات الهولندية منذ أشهر عدة بمعلومات دقيقة تفيد بتورط هذا المهرب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب. وتابع البلاغ أن المغرب يحتفظ بحقه في استخلاص كل التبعات والآثار التي قد تفرض نفسها على مستوى العلاقات الثنائية واتخاذ الإجراءات خاصة السياسية والدبلوماسية الضرورية. وهاجر البرلماني المغربي السابق سعيد شعو والذي يبلغ من العمر 52 عاما إلى هولندا في ثمانينيات القرن الماضي، وله العديد من المشاريع في بلاد الاستقرار بمفرده وبمعية شركاء، ودخل معترك السياسة المغربية من خلال حزب العهد، وفاز بمقعد في البرلمان عام 2007 قبل أن يثار اسمه في محاضر الضابطة القضائية التي حكم فيها بارون المخدرات المغربي نجيب الزعيمي، واتهم بنقل المخدرات إلى الشواطئ الإسبانية على متن زوارق سريعة. وغادر شعو المغرب سنة 2010 وأدلى بتصريحات كشف فيها تعرضه للعديد من المضايقات قصد إقصائه سياسيا من المشاركة في تنمية منطقة الريف. شكرا لكم على الإصغاء والمتابعة. يمكنكم الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك أسفل الفيديو مع الوصف للتوصل بجديد الأخبار.